كل مره ادي الاي اي شويه صور يحللها، اديله اي سي جي سيجنال، نبض قلب يحلله، ديب ليرنينج موديل، كمبيوتر فيجن، واحترنا بين المودلز. عمال تسأل انت مين انت مين انت مين، معرفناش انت مين يا حلاوة انت يا جميل. المره دي بقى انا اللي خليت الاي اي هو اللي يوفر الداتا، هو اللي يديني الصور. فما تيجي نفهم بقى تكست تو ايمج جنريشن. عارف لما تقعد مع صاحبك كده على القهوه وتشكي له من همومك وتقول له متخيل اكن في حبل خانقني، وهو اصلا مستنيك تخلص كلام عشان يسالك هتاكل ايه. الاي اي بقى هيتخيل بجد. هيتخيله ازاي؟ الموضوع باختصار ان انت بتدي الاي اي برومبت تكست، الانبوت بتاعك تكست وهو بيحوله لصوره. التكست بيتحول ارقام وده التكست امبيدنج. الكلام بيتحول لارقام كتير بتعبر عن المعنى مش مجرد حروف، باستخدام ترانسفورمر زي كليب من اوبن اي اي وتي 5 وبيرت من جوجل. الجزئيه الثانيه بتبدا منين وبتوصل لفين؟ بتعمل نويز سامبلنج وبعد كده بتعمل دينويزنج اصلا، عباره عن ديفيوجن موديل. يا عم هو ايه الكلام وايه الالغاز اللي انت موصلني فيها ده؟ بص، انت معاك شويه ارقام على شكل فيكتورز بتعبر عن معنى الكلام اللي كنت كاتبه. تبدا بصوره كلها نويز ومن نقطه راندوم بتبدا تعمل حاجه اسمها iterative refinement. تقلل النويز وتبدا الصوره توضح اكتر واكتر، بتكرر الخطوه دي من 50 ل 100 مره او اكتر. الموديل بيوصل من صوره كان كلها نويز لصوره شكلها واضح بشكل عام من خلال التكست او الريفرنس اللي كان معاه قبل كده اللي هو اسمه embedding. وبعد كده بنحول الصوره اللي معانا دي ل RGB تبقى صوره حقيقيه وبالالوان. طبعا هو مش جايب الصوره دي من دماغه، هو جايبها من صور كتير قبل كده، انا وانت وغيرنا اديناها له قبل كده، وكمان كان واخد مننا بريميشن انه هيستخدمها وهيحطها في الاستورج بتاعته عشان يبقى يعمل جنريت لصور زي كده. فخلي بالك وخليك معايا عشان تفهم اكتر. سلام.